السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه حنا لايف. اليوم غادي نمشيو لمولاي يعقوب ونكتشفوا حامة مولاي يعقوب اللي كاينين تماك جوج، ما كايناش غير وحده. كاينه وحده اللي هي تابعه لفندق فيشي، وكاينه وحده اخرى اللي هي من زمان وهي كاينه اللي هي في المتناول، كتبقى في المتناول ديال اغلب الناس. فملي كتوصلوا لمولاي يعقوب اول وحده كتصادفوها هي ديال فيشي، الواجهه ديالها كلها بيضاء، غير باش نعطيكم معلومات. والاخرى اللي هي معروفه من زمان كما قلت لكم، ديال عامه الناس، اغلب الناس عفوا، الواجهه ديالها زرقاء. غادي نعطي معلومات بالنسبه لكل وحده فيهم على حساب داكشي اللي انا خديت من عندهم، والتجربه ديالي كذلك. فبالنسبه الاولانيه اللي قلنا انها تابعه الفندق فيشي، هي مزيانه نقيه وكل شيء، ولكن كاين واحد الحاجه اللي هي ما غاديش تعجب لي فام او العيالات. هو ملي كتطلبوا حمام خاص 100% بالنساء، كاين واحد الكولوار تماك. هذاك الكولوار مع كامل الاسف ان فوا كتخرجوا كتصادفوا مع الرجال. دونك هذه الحاجه ما غاديش تعجب، خصوصا العيالات اللي هما محجبات او لا منقبات، ما غاديش تعجبهم هذه القضيه. بالنسبه للحمام ديال النساء في فندق فيشي او في حامه مولاي يعقوب ديال فيشي، كتخلصي عليها 200 درهم. هذا بالنسبه للنساء، خاص 100% ديال النساء. الحامه الاخرى اللي هي كما قلنا موجوده من شحال هذه من زمان، كاينين جوج اختيارات بالنسبه للنساء. انا دائما كنهضر عليها بالنسبه للنساء. كاين البينوار وكاين الشارج. بالنسبه للبينوار كيتخلص فيه 60 درهم، كتكون بلاصه ديالك بوحدك نقيه وكل شيء، والماء دائما كيكون مزيان. دونك كتخلص فيها 60 درهم بحال الا كتحمم في داركم تقريبا. وبالنسبه للشارج ما كنصحش به لسبب بسيط جدا، انه هذاك الماء اللي كيكون في السارج كيكون على شكل ديال مسبح، الماء سخون، هذه ما كنتناقشوش عليها، ولكن الماء ما كيتبدل على مره في الاسبوع، اعتقد انه الاربع او الخميس. ف هذا اذا بالنسبه للبنوار فكيتخلص فيه 60 درهم، كتكون بلاصه ديالك خاصه بك. وبالنسبه للسارج او للمسبح كما قلنا كيتخلص فيه 25 درهم. وكنعاود نذكر بانه الماء في المسبح ما كيتبدلش يوميا، كيتبدل فقط مره في الاسبوع. دونك هادو هما المعلومات اللي نقدر نعطيكم، وكيبقى لكم طبعا الاختيار. نخليكم مع بقيه الفيديو باش تقدروا انكم تفرزوا ما بين الحامه ديال فيشي، فندق فيشي، والحامه التقليديه اللي موجوده من زمان. نتمنى انه هاد المعلومات كاملهم يكونوا فادوكم باش تاخذوا فقط فكره الا كنتوا بغيتوا انكم تمشيو لمولاي يعقوب. وما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رزقكم، الى فرصه قادمه ان شاء الله.